في تصريح حصري وخاص لموقع نيوز، أكد الحكم السابق عبد الحميد الحشفي الذي أثار جدلا كبيرا بعديد التوقعات من قبل والتي كانت صحيحة بسبب علمه بكل مخططات جامعة كرة القدم أن مواجهة الكلاسيكو بين النجم الرياضي الساحلي والترجي ستنتهي بالتعادل، وهي نتيجة في صالح ليتوال وفق قوله، والذي سيتوج بالبطولة هذا الموسم وبنظافة، لأن الجري لن يستطيع التلاعب بالمباريات خاصة هذا الموسم، كما أن ليتوال هو أفضل فريق تونسي حاليا. وأضاف الحشفي أن الفريق الوحيد الذي سيستهدفه وديع الجري وحاشيته هو هلال الشابة، لكنه لا يستطيع التطاول على بقية الأندية، لذلك استنجد بتحكيم أجنبي في المباريات الكبرى حتى لا يتم ضبطه متلبسا، لأن الدولة بصدد مراقبته. وختم قوله بأن وديع الجري لن يستطيع أيضا الحاق المضرة بالنادي الإفريقي رغم محاولاته الخفية. وأضاف: لا جمهور الترجي ولا جمهور آخر قادر على الإطاحة بالجري إلا جمهور النادي الإفريقي، وهو وحده لنجم يطيح مول الكرة في ساعة. كما أكد الحشفي أنه رغم علاقة الصداقة بين الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ووديع الجري، فإن الأولمبي الباجي قد لا يكون في مرحلة البلاي أوف. نحب نسمع رأيكم في الموضوع في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم الأخبار الحصرية.